بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية. اللي هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت الحلو ده، هنعمله في الطاسة على عين البوتاجاز بكل سهولة، وهتحشيه بأي حشوة متاحة عندك، أو ممكن كمان تاكليه سادة بالعسل. يلا لايك وشير للفيديو علشان أكبر عدد يشوفه. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. دعمكم بيفرق ويفرحنا. معايا طبق هنزل فيه كده بثلاث مجات من الدقيق، 3 مجات ونص بمج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. بعد كده هضيف عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هضيف عليهم معلقة كبيرة من الزيت، وهقلبها برضو مع الدقيق. بعد كده بالنسبة للمية، انا هنا معايا مج مية برضو بنفس المج اللي عيرنا بيه الدقيق، اللي هننزل بيه شوية شوية زي ما احنا متفقين يا جماعة ان في دقيق بياخد مية ودقيق لا. اهو انا بزود المية كده شوية شوية لحد ما نشوف العجينة القوام المطلوب معانا هيكون ازاي. اهو العجينة اخدت معايا مج ونص من المية، ناقص 3 معالق كبار. بنفس المج ده يا جماعة. العجينة كل ما تخدميها كويس تاخدي منيها نتيجة حلوة. بعد كده شلتها من الطبق وحطيتها على الرخامة علشان اكمل العجن بتاعها. هقعد اعجن كده فيها، قلت واعجن لمدة 5 دقايق. اهو زي ما احنا شايفين وصلنا لقوام العجينة الناعم. بعدين الطبق دهناه بمعلقة زيت، هحط فيه العجينة واسيبها ترتاح شوية كده. بعد ما ارتاحت معايا، شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله، يعني هي عجينة مش ناشفة ومش يابسة، شايفين بتمط معايا وعاملة زي اللبانة ازاي. انا قسمت كده مقدار العجين معايا لكورتين، وهبتدي افرد واحدة ورا واحدة. اهو زي ما احنا شايفين كده دهنا الرخامة بدهنة زيت، وهناخد معانا قطعة من العجين وهنفردها بالشكل اللي احنا شايفينه كده بايدينا. يعني العجينة طالما مرتاحة هتديكي نتيجة حلوة ونتيجة كويسة. حاولي تفرديها على شكل مستطيل. اهو زي ما احنا شايفين انا هنا بدهن ايديا يا جماعة، يا دهنة سمنة يا دهنة زبدة، علشان الزيت لا هينشفها. وهناخد كده من النص لبره، من النص لبره، حتى لو اتقطعت منك حتة خفيفة كده ما فيش مشاكل، هي هتطبق كده وهتتدارى معانا. اهو زي ما احنا شايفين فردناها كده على شكل مستطيل. بعد كده هديها دهنة خفيفة من السمنة او الزبدة اللي موجود عندك. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، علشان الفيديو اكبر عدد يشوفه يا جماعة. اهو دهن طبقنا الفطيرة كده من الناحية دي، واديناها برضو دهنة من الزبدة او السمنة، وجبنا الناحية التانية كده فوقيها وبرضو هنديها دهنة خفيفة. وبعد كده اهو طبقتها برضو بالشكل اللي احنا شايفينه، وهحطها في طبق واغطيها بكيس وادخلها التلاجة لمدة تلت ساعة. وهنا برضو دهنا الرخامة دهنة زيت، وفردنا الجزء التاني من العجين بنفس الطريقة. يعني هنعمل فيه زي ما عملنا في كورة العجين الأولانية، وهندخله برضو التلاجة علشان لما نيجي نفردها ما الزبدة ما تتعبناش، يعني عشان الجو الحر اللي احنا فيه. على بال ما العجينة ترتاح معانا هنعمل الحشوة. انا كان عندي ورك فرخة كده خليته وفرمته، وهعمله كده بالبصل زي اللحمة المتعصجة. انتي لو عندك لحمة او فراخ او ممكن جبنة بفلفل اخضر،
اي حاجة عندك شغليها، ما عندكيش اعمليه ولو سادة وهتاكليه باي نوع عسل، وبرضه هيكون يطلع من ايديكي زي العسل يا ست الكل. معايا طاسة فيها معلقتين سمنة كده، نزلت عليها ببصلة وسط شوحتها لحد ما دبلت، وبعد كده نزلت عليها بحتة الفراخ المفرومة. يعني يا جماعة اي حاجة موجودة عندنا كده نشغلها او نعمل لها اعادة تدوير. اهو الفراخ اول ما خدت لون نزلت عليها برضو بشوية فلفل اخضر. وبالنسبة للتوابل معايا بابريكا وكاري وملح وفلفل، وحطيته عليهم كده، وبعدين اللي هنزل عليهم برشة من الجرفة والزنجبيل. وبكده الحشوة صبحت جاهزة معايا. العجينة هنا كانت ارتاحت معايا، حطيت معلقة من الزيت وهبتدي افردها كده بالشكل اللي هتشوفوه معايا. نحاول نفردها يا جماعة على شكل مستطيل. اهو زي ما احنا شايفين، انا كنت هنا بمسح ايديا مسحة سمنة او زبدة اللي متاح عندك، وبنفردها كده، بناخد من النص لبره، من النص لبره، وبنعمل بنركز كمان على الاطراف. اهو زي ما احنا شايفين يا جماعة. بعدين هنقسمها كده من النص بالسكينة، وبعدين هنقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه. يعني كورة العجين هتعمل معانا 6 قطع بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين هنبتدي نحشيها. طبعا الحشوة بتاعتنا تكون بردت تماما. بس حاولوا يا جماعة لما ترجوا العجين تخلوه مناسب، لأني للأمانة أنا رجت مني العجينة جامد. حتى يعني أنا وبفردها بعد ما كورتها بالشكل ده كانت بتحصل فيها كده زي تقطعات، لأني أنا كنت رجيتها جامد. يعني حبيت أقول لكم على الغلطة دي علشان تاخدوا بالكم منها. أهو كورتها بالشكل ده، وهخلص العجينة حشو كده وأوريكم شكلها. اهو هنبتدي كده نلفها على شكل كور زي السرة، وهحطها كده في طبق مدهون دهنة زيت خفيفة بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين هنشوف هنفردها ازاي يا جماعة. وده الجزء التاني من العجين، فردناه وحشناه وخلصنا كده العجينة حشو. طبعا يا جماعة احنا مغطين الكور اللي احنا عملناها، مغطينها، وحطيت كده دهنة زيت خفيفة، وابتديت افرد الكورة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتفرديها بخفية علشان ما تتقطعش معايا طاسة على النار سخنة وفيها معلقة من الزيت. نزلت بالفطيرة زي ما احنا شايفين كده، وهنسويها على نار متوسطة علشان العجين معانا يستوي. هي الحشوة مستوية، بس احنا عايزين نسوي العجين. مجرد كده ما تاخد لون بنقلبها على الناحية التانية. اهو شايفين شكلها يا جماعة، لونت من هنا ومن هنا. طبعا درجة اللون انت اللي بتتحكمي فيها. بعد كده هنزل فطيرة تاني في الطاسة على نفس دهنة الزيت، وهنسوي كمية الفطير كلها بنفس الطريقة وعلى نار متوسطة. ولو حسيتي ان الطاسة محتاجة زيت زوديها معلقة. وده شكل الفطير معانا في النهاية. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله عمل معايا 12 قطعة بالحجم اللي انتوا شايفينه، وشايفين طرية وحلوة ازاي، والحشوة جوه الفطير كده، والفطير مورج. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة ياريت ينورنا بالاشتراك، وتكتبوا كومنت حلو لفاطمة علشان تستمر وتكبر بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. السلام عليكم.